السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في قناتي. معاكم ندى. النهارده جايبه لكم وصفه سهله وسريعه والكل بيحبها جدا. الشكشوكه طبق مصري شرقي اصيل، بنفطر بيه وبنتعشى بيه، ودايما بيجمعنا على سفره واحده، وبمكونات سهله وبسيطه موجوده عندنا في كل بيت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هحط شويه زيت، هحط مكعبات البصل، هقلبها شويه في الزيت لغايه ما تدبل معانا، وبعد كده هنزل عليها بمكعبات الطماطم، هشوحهم شوية مع بعض، وانزل عليهم بنص فلفل رومي او فلفل شطة اللي تحبيه، هشوحهم شوية مع بعض. وبعد كده هبدأ احط التوابل، احط شوية ملح، فلفل اسود، بصل بودر، وتوم بودر، وشوية بابريكا. هقلبهم مع بعض كويس واغطيها واوطي النار، هسيبهم حوالي 3 دقايق كده. بعد كده بكون محضرة جنبي البيض، اي كمية انتي عاوزاها. هننزل بالبيض، واحط رشة فلفل اسود على كل بيضة، ومش هقلبه كتير، انا مجرد بس ان انا بفتح الصفار كده، وهغطي الطاسة واسيبه على نار هادية حوالي من 5 ل7 دقايق. تقدري تقدمي شكشوكة مع عيش بلدي او توست وشوية جبنة بيضة على جنب، وادعيلي. جربي الطريقة دي وان شاء الله تعجبك، وبألف هنا.